مشاهدينا الكرام عبر السعودية الرياضية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من هنا من مدينة تيزيب الصينية، حيث مشاركة منتخب المملكة العربية السعودية للشباب في بطولة آسيا، حيث بالأمس سطر أبناء المملكة العربية السعودية ملحمة كروية رائعة تمثلت في الفوز على المنتخب أوزبكستان والتأهل إلى كأس العالم بكولومبيا. أثبت شباب منتخبنا السعودي علو كعب الكرة السعودية، وأنها معين لا ينضب من المواهب، وأن الكرة السعودية تمرض ولا تموت وحاضرة في جميع المحافل في ظل الرعاية الكريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني، وما تجده من أمير الرياضة والشباب صاحب السمو الملك الأمير سلطان بن فهد بن عبد العزيز الرئيس العام لرعاية الشباب، وسمو نائبه صاحب السمو الملك الأمير نواف بن فيصل، حيث كان لاهتمامهم وحرصهم على تذليل كافة الصعاب ونظرتهم الصائبة بإعطاء الثقة للمدرب الوطني خالد القروني الذي أثبت قدرة ابن الوطن على فعل ما عجز عنه الآخرون، حيث كان أبناء المملكة عند الحدث بروحهم الوطنية الخالصة وعزيمة الرجال هي السائدة في لقائهم أمام المنتخب الأوزبكي، إذ قطفوا أولى بطاقات التأهل إلى كأس العالم ومن ثم تحقيق كأس آسيا بإذن الله تعالى. سمو الامير نواف يقول فعلا هذول مو لاعبين درجه شباب، هذول لعيبه اكبر من الفريق الاول في عقولهم، في رغبتهم وفي حبهم لوطنهم. اليوم الروح والعمل الفني اللي انتم سويتوه داخل الملعب وتركيزكم رغم انه نسجل فينا هذا من وقت مبكر، هذا دليل انه يعطينا الحمد لله نتفائل في المستقبل لكم، مش على مشاركه مباراه استراليا او غيرها، للمستقبل ان شاء الله للمنتخبات سواء الاولمبي او المنتخب الاول. اللي نبغاه يا شباب، اللي نبغاه يا شباب الان الحمد لله نعبر عن فرحتنا الليله ونعوز نضيع اجسامنا احنا. لا زلتم لكم رغبه تسوون شيء ولا خلصنا كذا؟ اذا لنا رغبه يا شباب نسوي باك ريلاكس نريح، لما نرجع للفندق نعبر فرحتنا لين نتعشى ونروح الغرف، بعدها تنتهي المباراه وتنتهي سالفتها. تحقق التاهل، بقي الحلم ان نوصل للمباراه النهائيه، نبغى نوصل للمباراه النهائيه ويتحقق الحمد لله رب العالمين. اللي على ايدي مثلكم وجهاز فني مثل كابتن خالد القروني، اللي ما تعرفونه كل انجازات الكره السعوديه تحققت على ايدي المدربين الوطنيين، كابتن خالد زيان، محمد الخراشي، ناصر الجوهر، وهذا امتداد للمربع الذهبي للمدربين الوطنيين، حترفعونا بالكاس ان شاء الله في الملعب ان شاء الله. حياك ربي على الورق. حياك ربي في الاخير. تعال يا عيال الديره ارفع شعار الجزيره، يا عيال الديره ارفع شعار الجزيره. نجح السعوديه والله احسن قناه يمين والله السعوديه الرياضيه ما قصرت معانا الحمد لله يا رب. يما حبيب قلبي حبيب قلبي هذا الحصان حبيب قلبي حبيب قلبي حبيب قلبي. لحظة تعال صف
سدير خلاص سدير سدير جاوبني الحين جاوبني بقصد خلاص يا اخي بسم الله الرحمن الرحيم. تحب تبارك لمين اول شيء؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أحب أبارك التأهل ذا لأمي وأبوي وزوجتي والجمهور السعودي. تحط الكاس لا يروح فين؟ مبروك نقول له. الله يبارك فيك كيف فرحتك؟ فرحة لا توصف. ها؟ فرحة لا توصف أبدا. الحمد لله ربنا أكرمنا بالفوز بعزيمة الرجال الحمد لله. يلا مشكورة. ها؟ هي ايه كيف حالك؟ من حالك الحمد لله. ايوه كيف حالك؟ أنا بديعة الحمد لله. مبروك. بسم الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله يبارك فيك. هاي فرحة يعني للجميع يعني مو بس اللعيبة، على الجهاز الإداري الجهاز الفني المسؤولين هناك في السعودية الشارع الرياضي السعوديين كلهم. أبارك للناس كلهم وأبارك للسعوديين كلهم على تأهلنا كأس العالم. وأقول أنت برضه مبروك يعني تجي تسوي مقابلات وما أنسى نفسك. مبروك بعدين بعدين مذيع بس بيدي هي والزمن على براسك كذا. ها؟ اقول لك مبروك. الله يبارك تحب تهني لمين؟ خلي بعيد يعني توجهك الكبير ده. يقول لك مبروك. الله يبارك فيك. ها؟ ايش تحب تهني؟ والله أول شيء أحمد الله سبحانه وتعالى، ثم أن أشكر الوالدين بفضل دعاهم، وأقدم الفوز ذا الجمهور اللي ساندنا ذا لسمو الأمير سلطان واللي ساندونا كلهم من الإدارة لين الجهاز الفني. وأشكر أخواني اللعيبة كلهم على المجهود اللي قدموه اليوم. صراحة ذا مو جاي من فراغ، جاي من تعب، من تعبنا اللي تعبنا فيه. شكرا. يعطيك العافية. برناوي كي ها ابو محمد برناوي مبروك. الله يبارك فيكم. ايش تحب تبارك لمين؟ أول شيء أبارك للشعب السعودي صراحة، يعني بارك أمير سلطان مسؤوليه كلهم. وبصراحة يعني فرحة يعني الواحد ما قدر يعني يعبر عن شعوره في الفرحة دي. الحمد لله يعني فزنا وتأهلنا الكاس. هني يا أمجد منتشري. يلا يعطيك العافية. الله يعافيك. شفت مباراة أجواء مباراة يعني والله كانت صعبة علينا في البداية يوم جابوا الهدف الأول. ضغطنا الفريق الأوزبكي الحمد لله، جاء هدف الدقيقة 85. والله ما ضيع تعبنا على الفاضي. شكرا. كيف كانت أجواء المباراة؟ والله أجواء عادية ما في. ها؟ أجواء عادية. كيف كانت يعني؟ برد. والله كان بعد هدف كان فيه ضغوطات شوية، وبعدين الحمد لله عدلنا. الله يعافيك. أنت ما أخذت خلاص مبروك نقول لك. الله يبارك كيف فيك. كانت الحمد أجواء لله. المباراة؟ والله الحمد لله يعني قدرنا يعني نعوض الهدف اللي جاء فينا يعني بالشباب ما قصروا يعني خذوا كل الأمور بجدية. الحمد لله يعني قدرنا نسجل الأول والثاني. ألف مبروك ألف مبروك للجميع. شكرا. الرحمن نقول لك مبروك. الله يبارك فيك ان شاء الله. كيف شفت المباراة من فوق يعني؟ والله اول شيء بارك للشعب السعودي على هذا التأهل، هذا تأهل غالي يعني من زمان ما حسينا بالفرحة هذه. والله كانت مباراة صعبة يعني، سجلوا هدف اوزبكستان في بداية الشوط الأول يعني بدري،
بس الشباب كانوا في يومهم وما قصروا، لعبوا لاخر دقائق، ويعني انت عارف الهدف جاء في وقت يعني حساس. الحمد لله ما يعني احنا برا كنا احنا برا يعني يعني احنا كنا برا يعني حاسين في تعادل هدف. الحمد لله فزنا يعني. الله يعني. نبارك لشباب المملكة العربية السعودية التأهل إلى كأس العالم. لدينا المزيد في الرسائل القادمة. تقبلوا تحيات زملائي منصور الشلوان وماجد المديفر وسعيد المزراقي وعبد الله بخيت، ومني أنا محدثكم محمد الحمندي زيب الصينية.